الضغط العالي. وشوف بقى هنا واضح طبعا ان يعني ياسين بونو مش مبسوط باللي بيحدث حتى الان. السلام عليكم الاخوان ورحمه الله وبركاته. المهم الاخوان جبنا لكم كل ما قدمه ياسين بونو ويوسف نصير في المباراه ديال اليوم. المباراه اللي كانت عندهم ديال اليوم فريمون صعيبه، كانت امام برشلونه وهما عندهم الفريق شويه ضعيف ديال اشبيليه. المهم الاخوان خليكم مع الملخص وتحياتي. في الليغا الاسبانيه ليفاندوفسكي لكن من زاويه صعبه شويه وشالها ومحاوله ايجاد المساحه على مستوى الدوري. طبعا الكلام ده بص كره اروخو تخطئ المرمى. رافينيا اللي فيها حلوه قوي لكن الطويله، لكن البحث عن الهدف الاول. مره ثانيه كره تعود المنتخب الارجنتيني في 6 لقاءات كاس العالم الاخير. يعوض عثمان ديمبلي الحقيقه الذي قدم اللعب على المساحات الضيقه، لكن المره دي النصيري وصل المرمى والضغط من البارسا. ليفاندوفسكي يا ولد ليفاندوفسكي، لكن الكره تطلع ركله ركنيه خمسه. شوفوا اللي كانت من اللاعب رافينيا. وايضا امام نابولي، ليفربول، ريال مدريد 22 فبراير. قلنا ادار عده مباريات هذا الموسم اهمها في بروج امام بنفيكا، ثم ينتقل الى مرحله النور. امامنا كره ترجع للخلف. ياسين بونو يا ولد الجديد 4 انتصارات متتاليه فيها، وادي كره خطره. النصيري عايز يلم مره ثانيه. هنا تعود الكره النصيري لعبها بالاضافه لبراين خيل، وكذلك ايضا 30 نسبه الاستحواذ الشوط الاول، كذلك غياب ايضا ديمبلي لل 30 متر الاخيره امام مرماهم. وكان طبعا في مرماه بالخطا واحده من فوق ساسونا ريال سوسيداد. وهنا بقى الكره العرضيه لاعب بادي مستمر بادي رغم انه ظهر قوي. وادي امامنا رافينيا فكر هو يلعبها في المرمى وفكر يلعبها ليفاندوفسكي. 21 نقطة في مباراة الدور الثاني بعدما بين نجم التانجو أكونيا ونجم المتصدر طبعا برصيد ياسين بونو ضغط تعود، وإن كان طبعا لم يوفق في إحراز اللقب رغم فوز بالدوري 4 مرات والكاس 4 مرات. من فرنسا كان في دور ال 16 بنتيجة مع تشافي من دوري الأبطال والتحق بالدوري. أن يواصل عروضه القوية ويريد أن يحقق. هذه أمامية المرة دي، هذه التحرك وهذه الضغط العالي، التغطية الدفاعية. ودايما هنلحظ بقى إن سان باولي في تدريب فريق في 3 مناسبات ودوري الأبطال والسوبر. تحضير شوف بوسكيتس مبكرا في هذه 23 هدف حتى الان، في 29 هدف هياخد نادي باريو في غياب اليخاندرو بالدي اللي في دكه البدلاء. بلاده منتخب المغرب وظهر بشكل فعال ميلان الموسم الماضي. مره ثانيه رافينيا استلام من جانب جافي. 150 مباراه